من الواضح ان في دورات حصلت ضدك. طيب الفقره القادمه طبعا الفقره كده اتفقت، فقره الفيديو اتفقت. الفقره القادمه ان اي نجاح علشان يتم لازم يكون معاه وبيأيده شريك. الشريك دوت يأيد النجاح دوت، يقف معاه ويسنده. اهم حاجه يكون مؤمن بفكرته ومؤمن بحلمه. الشريك معانا النهارده في يومنا النهارده كان اسر البناء. كلمه لاسر البناء والاستاذ احمد سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكثر الدعاء وبحمد الله نستزيد العطاء. الحمد لله بعد الحصى والثرى وموج البحار وقهر الندى، بعد الصلاح وأهل الفلاح وضوء الصلاح بها ما بدا. ثم أما بعد، فكم يزيدنا إجلالا واحتراما وهيبة أن يقف بين يديكم اليوم زملاء لنا أكبر منا وأصغر منا، أساتذتنا الكرام. تحية إليكم جميعا، تحية إلى فريق إننا نشهد أننا والله نحبه في الله، فريق سحابة أمل. تحية إلى ضيفنا الكريم الداعية الإسلامي شريف شحاتة. تحية إليكم جميعا. إني لا أريد أن أطيل عليكم، إني أتذكر قول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إننا كأسرة البناء يشرفنا أننا متواجدون معكم، متواجدون في العمل الطلابي، مستمرون في خدمتكم، سواء كنا باتحاد أو بغير اتحاد، أفرادا كنا أو جماعات. نخطو خطوة نصنع أملا، نصنع فجرا جديدا. إننا كشباب وقود هذه الأمة. إذا صلحنا صلحت هذه الأمة، وإذا فسدنا فسدت هذه الأمة. فكم من شباب صنعوا المجد كل المجد، فكم من شباب فتحوا البلاد، قادوا الجيوش، كم من شباب دافعوا عن فكرة ورفعوا رأيا، كم من شباب نفتخر بهم. إني قد بدأت كلمتي بتحية إليكم جميعا وأختمها بتحية إليكم جميعا. أسأل الله العظيم أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الواضح المرة فيديو الشباب انا اعتبر ان هو يا ريت مشتغل.
استمرت اللغة العربية هي اللغة الأولى في العالم لمدة تتجاوز 12 قرن. الآن اللغة الأولى في العالم هي اللغة الإنجليزية. الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة على مدار التاريخ كله التي سالت أكبر مساحة من الأرض، مساحة تتجاوز 35 مليون، وكادت أن تزيد لولا معركة تسمى بمعركة بلاط الشهداء. الحضارة الإسلامية هي أساس كل العلوم الحالية، علم الجبر، علم الاجتماع، أسس علم التربية، كل الأسس. قواعد الداتا الحالية هي في الأصل قواعد وضعها الخوارزمي في قواعد الجبر. النظارة أول واحد صنعها كان الحسن بن الهيثم. قواعد الطيران في العالم كله أول واحد صنعها كان عباس بن فرناس. كانت الحضارة الإسلامية إسلامية. الحضارة الإسلامية أو عالم الأشياء لن يكون إلا بأفراد. الأفراد حركتهم أفكار، هذه الأفكار تتسم جميعها بالاعتزاز بالهوية وبالمجاهرة بفخرهم بهذا الدين وهذه الحضارة، وأنها تتميز بالتحدي. الحب والأمل والطموح كلمة كلنا نريد سماع الأصوات. لذلك الآن فقط المنشودة نريد سماع أصوات الحب والأمل والتفاؤل مع المنشد إسلام سلام. أحمد الملاك المنشد أحمد الملاك. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدليل الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدليل الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الضرى جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الضرى جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم ولحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم ولحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه
بس مواصفاتها مش باينه، فلذلك اعتذر جدا لاخي وحبيبي باذن الله، اعتذر جدا. الانشوده الثانيه او الصوت الثاني هو صوت اسلام سيستم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلية التربية بقى يعني خد بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، واللي ما يقولش بقى تضربوه كلام من ده انتوا اساتذة يعني. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ثم أما بعد. طبعا عايزين بس الأول نشوف بس هو انت بتكتب من الأول طلع بتاعتكم؟ ايه؟ انت بتكتب من الأول طلعت؟ في ناس بتعمل كده. طلعت؟ بلاش نقول حاجة للناجحين يعني. بلاش الناجحين. بلاش الناجحين. طيب. طب التصويت يا اما نقول حاجة لحمزة نمرة مثال، يا اما نقول حاجة للناجحين. ها؟ لا. طب سأقول الناجحين طيب. الناجحين بس. طيب سؤال تاني بقى بمناسبة الناجحين، مين ما كانش نفسه يخش كلية التربية؟ كل معاك وين؟ طيب صلى على رسول الله. اللي ما كانش نفسه يخش كليته وربنا كرمه ودخل كليته هيضطر يتعايش مع موقف.
انا ليا رساله عايز اوصلها لكم، هوصلها لكم في انشوده، بس هوصلها لكم الاول في رساله قبل ما تتقال الانشوده بتاعتي. لو في يوم كان ليك حلم والحلم بتاعك دوت طبعا منك سي مثلا انت عايز تخش كليه علوم، تخش كليه صيدله، تخش كليه طب بعد الشهر ربنا ما كرمكش. المهم يعني ربنا كرمك ودخلت في المكان ده، اعرف ان ربنا عز وجل حطك في المكان ده علشان خاطر اكيد في كنز جواك هتقدر تخرجه وانت في المكان ده، او ربنا عز وجل حطك في المكان ده علشان خاطر انت هيبقى في يوم من الايام يعني صاحب رساله هتطلع اولاد. ممكن تقول كلمه واحده لطالب في مدرسه او لطالب في معهد او ايا كان، اساتذه الهندسه الاجتماعيه دي بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا هيكرمك كده. اكيد ممكن تقول لواحد رساله تكون هي السبب في نجاح في حياته او التقدم في حياته. فاعرف ان ربنا عز وجل حطك في المكان اللي انت فيه دوت علشان خاطر اكيد في رساله من ورا وجودك في المكان دوت. يعني ربنا يا رب يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. هنقول له انشوده اسمها قرب لاحلامك كمان، وقف في الورديات السببات وقول له لا. الهدف من الانشوده دي جمله بسيطه. لو في يوم حلمك او حلمك يعني لو كنت انت ليك حلم ايا كان تخش الكليه اللي انت عايزها وشفت حلمك كان صعب، احلم في المكان اللي انت موجود فيه ده، في المكان اللي انت موجود فيه ده احلم جديد. اكيد ربنا عز وجل حاطط كنز جواك. ربنا عز وجل يعني يقول ان كل شيء خلقناه بقدر. اكيد وجودك في المكان دوت فيه هدف وفيه رساله وفيه كنز منه. اكتشفوا نجيب محفوظ كان طبعا عايزين نجيب محفوظ قدير عادي. نجيب محفوظ ما اكتشفش او ما يعني اول قصيده اسمه ايه روايه، اول روايه كتبها وهو عنده 40 سنه، يعني حط عمره على عمرك وبعد كده بدا يكتشف ان هو بيكتب. فيا ريت كل واحد فينا يكتشف الكنز اللي جواه. قد يكون الكنز اللي جواك في المكان دوت انك هتكون حامل رساله في هذه الامه، هتطلع من هذه الامه اللي هيحرر القدس، او هتطلع من هذه الامه اللي هيكتشف اللي هتطلع من هذه الامه اللي هيكتشف يعني علم جديد او اللي هيكتشف فن جديد. يعني انت ممكن تكون السبب في ده. ربنا عز وجل يوفقكم. نسمع مع بعض قرب لاحلامك كمان. طب سقفوا طيب فيه شغال.